لو كل يوم بتدخل تنام وتفضل تتقلب كتير، يبقى غالبا في 5 حاجات انت بتعملهم هم السبب انك مش بتعرف تنام كويس. واول حاجه وهي استخدامك للتليفون قبل النوم على طول، لان الضوء الازرق اللي بيبقى خارج من تليفونك بيخدع عقلك وبيخليه يفتكر انه لسه في نهار. ده كمان بيقلل من انتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، وحتى لو عينك تعبت فدماغك لسه فايقه. فالافضل ليك انك ما تمسكش تليفونك قبل النوم بحوالي نص ساعه. تاني حاجه وهي الاكل التقيل والدسم قبل النوم، يبقى هتدخل تنام ومعدتك لسه شغاله، وده هيخلي جسمك ما يعرفش يسترخي لان الهضم بياخد مجهود كبير. كمان ممكن الاكل الدسم يسبب حموضه وارتجاع، فتصحى من النوم مخنوق ومش مرتاح. فالافضل ليك انك تخلي اخر وجبه قبل النوم ب3 ساعات. تالت حاجه وهي التفكير الزايد قبل النوم، لانك لما بتيجي تنام وعقلك مش ساكت وبتفكر كتير في مشاكل وحاجات شغاله في دماغك، وده بيخلي عقلك مش قادر يرتاح حتى لو انت جسمك تعبان. فافضل حل عشان تتخلص من المشكله دي انك تكتب كل اللي شاغل بالك في ورقه، ولكن الافضل بالنسبه لي انك تقرا القران وتسمي الله وتنام. رابع حاجة وهي شرب الكافيين أو النيكوتين قبل النوم، لأن شربك للشاي والقهوة والسجاير بيحفز جهازك العصبي فبيقلل نسبة النوم العميق بنسبة كبيرة. فالأفضل ليك إنك تشرب مشروب مهدي زي اليانسون والنعناع. خامس حاجة وهو النوم والنور شغال أو في دوشة حواليك، حتى لو أنت متعود إنك تنام والنور شغال أو في صوت دوشة حواليك، هنا جسمك ما بيقدرش إنه ياخد راحته الكاملة، لأن أي ضوء أو صوت حواليك بيشتت نومك ويخلي جسمك مش يسترخي بشكل كامل. فالأفضل ليك إنك تنام في ظلام تام أو استخدم ماسك عشان تغطي عينك، ولو في دوشة حواليك استخدم سدادات الأذن. بس السؤال هنا دلوقتي، هل أنت كنت بتعمل حاجة من الحاجات اللي أنا قلت عليها دلوقتي ولا لأ؟